أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معكم دينار جزائري. نتكلم في هذا الدرس عن التماسيح العربية. ما معنى التماسيح العربية أو المعالجين النصابين؟ بما أننا دخلنا في العلاج في مدرسة دينار جزائري، نتكلم عن أجهزة، عن طرق العلاج وأنواعها مع أنواع حالات الأمراض، أنواع الأمراض يعني العضوية أو النفسية أو الروحية. قبل البدء في العلاج نتكلم أولا عن النصب للعلاج. أولا هناك بعض الأشخاص، أو أسميهم التماسيح العربية، هناك بعض التماسيح سيطروا على المشهد على أنهم معالجين وهم صفر شهادة، صفر إمكانيات، مجرد تفعيل أمور طبيعية يصدرونها لنا على أنهم لديهم علم ولديهم بحوث سنوات ويستعملون طريقة كذا وكذا واخترعوا واكتشفوا. من بين هؤلاء التماسيح أنهم يقولون لكم أنهم لديهم جهاز للعلاج أولا، فيبيعون لك الجهاز هذا أولا، ثم يعمل لك دورات تعليمية أو دروس تعليمية يجب أن تدرس عنده، وهذا أمر ثاني. يعني تدفع لشراء جهاز تشتري عليه بعض القطع للعلاج مثل البنضول، فيفرض عليك بنضول أو عدة بناضيل أو عدة أجهزة أو عدة أفكار أو عدة قطع. لماذا؟ لتشتريها من عنده أولا، فهو يستفيد من غبائك، يبيع لك أفكار يعني كأدوات للعلاج، هذا أولا. ثم يقول لك لا تستطيع أن تفهم إلا إذا عملت دورات لأشرح لك كيفية العلاج بهذا الجهاز أو هذه الأدوات، فيقبض عليك حق الجهاز وحق التعليم لفهم الجهاز. ثم ماذا؟ ثم يقول لك أعالجك، هذا الأمر الثالث. يعني لماذا أنت تذهب هنا؟ إما أن تتعلم أو تتعالج. فإذا تريد أن تتعالج تشتري عليه هذه الأمور، تشتري جهاز وتعمل معه التعليم، يعلمك علوم كبيرة جدا، ثم تدفع له حقوق العلاج. هذه حقوق العلاج بآلاف الدولارات، أقل شيء 1000 2000 3، ويقول لك نحن تعبنا وسهرنا وتعلمنا وما إلى ذلك. هذا فيما يخص العلاج. فالعلاج في مدرسة دينار الجزائري مجاني، أدوات مثل البنضول الإسلامي مجاني، العلاج مجاني، الأدوات مجانية، وحتى الدورات التكوينية فهي في قناة دينار الجزائري، سواء من الأخت أو مني أو من الأفكار الجديدة أو الأجهزة الجديدة، فهي مجانية، تستطيع أن تعالج بها كما تشاء بدون أن تقع في نصب هؤلاء الذين يدعون العلم والمعرفة. فمن أين برز هؤلاء؟ من أين جاء هؤلاء؟ جاء من الغباء العربي. لو كل فرد يستطيع أن يطور نفسه، وهذا شيء يعني غير موجود. نتكلم مدرسة دينار الجزائري تتيح لك الانطلاقة للفهم، لتفرق بين النصب باسم العلم. يقول لك أنا أعالج بطريقة النسبة الذهبية. هل تعلمون ما هي طريقة النسبة الذهبية؟ أو المهم أفكار كثيرة. كل شخص يدعي أنه يعالج بالطاقة العالمية. والله العلي العظيم، هذا دينار جزائري، أقسم بالله العلي العظيم لو يشرحون لي النسبة الذهبية في هذا العالم
سأنزع اللثام وأعتزل، لا يفهمها أحد. والله العلي العظيم، عظيم الجزائر، أقسم بالله العلي العظيم لو يشرحون لي النسبة الذهبية في هذا العالم سأنزع اللثام وأعتزل، لا يفهمها أحد. حتى المفاهيم إذا كانت صحيحة فهي غير موجودة ولا تستطيع أن تفهمها. فيأتي هو يقول لك أنا أعالج بالطاقة الكونية أو الرقم كذا أو النسبة كذا أو المعادلات كذا أو الطريقة كذا أو المادة كذا، ويقول لك روح ابحث في جوجل. تذهب أنت إلى جوجل، الطاقة العالمية أو الكونية فتجدها موجودة. نعم موجودة، ولكنه يتخفى أنه يعالج بها. لا يعالج بها ولا شيء. أتحدى أي شخص يقول أني أعالج بتلك النسبة الذهبية أو الطاقة الكونية أو العالمية أو الترددات أو لا أدري أن يشرح ما يقول. هذا العلم غير موجود. أتحدى أي شخص يقول أني أعالج بكذا ويشرح لي علميا، هذا لا يفهم. تجده لم يستطع النجاح في دنياه، فيجده يحتال على المسلمين وعلى العرب وعلى الناس باسم العلم، باسم أنه فهمان، اكتشف ودرس واكتشف. أتحداك علميا أن تشرحها لي ما معنى النسبة الذهبية أو أي طريقة. لا صراحة أنا لا أتابعها هؤلاء، ولكن هذا النص يقول لك أنا درست في التبت، في الصين، في باكستان، في طاجيكستان، في الهند، عفوا في اليابان، علوم التبت، علوم. لماذا؟ لأنك في الجغرافيا أنت عربي، فيتحدث لك عن جهة آسيا وشرق آسيا لأنك جاهل بها. صحيح هؤلاء يقدمون علم راقي نظيف، لكنه لا هم ولا أنتم الذين تدرسون عندهم، أتكلم عن المعالجين، فاهمين هذا النظام. إذا قلت لك أثبت لي علميا هذا النظام لا تستطيع، مجرد يعني مقاربات علمية أو فكرية من هنا وما هناك، فتجد أي شخص، أي تافه، أي غبي في كرة أرضية تجده يقول لك أنا لم أدرس في المعاهد والجامعات والطب، ولكن لدي شهادة عند دكتوراه في الصين، درست علم الغبار وعلم الخشب وعلم التبت وعلم الطب، ولديه دكتوراه وماستر، ولديه شهادات بروفيسور في الكذب، بروفيسور في النفاق، بروفيسور تمساح في السرقة. هذا هو البروفيسور، هذا ما درست. أتحداكم واحدا أزيل وأعتزل. هذا بالنسبة للتماسيح العربية التي تدعي الفهم والعلم وتقول أنا أعالج. لدينا القلم قلم يباع في أمريكا وهو يباع في المنطقة العربية ويعالجون به، وتشتريه بكم؟ يطلبون عليك فوائد. يعني تشتري أداة العلاج، تشتريها طريقة العلاج، تأخذ عليها شهادة من هؤلاء العلماء. ثالث شيء يعالجونك بالمال. يعني آخذ لك واحدة أداة، الثانية تعلم كيف تستعمل الأداة، والثالثة يعالجك. هذا ما توصلت إليه الأمة. هذه الأمة مغلوب على أمرها. الآن يجب هذه قطع هذا العلاج، وتجده ماذا يفعل في الأخير، سواء بهذا القلم أو بهذه العلاجات الكونية والنسبة الذهبية وهذه الخرافات العلمية. ماذا يفعل في الأخير؟ تجده يحمل كيف نقول صورة أو شيء ويدور يمرر عليه البنضول أو البنضول الإسلامي أو أي طريقة أخرى، ويقول لك لقد عالجناك 70 ساعة وتعبنا وسهرنا والحمد لله
ولقد عالجنا حوالي مليار حالة في السرطان و300 حالة في القولون، وهذا بفضل الله، هذا بفضل الله. وإن شاء الله نطور في هذه العلاجات إن شاء الله. هذا هو النصب، هذا هو النصب. أنا أدعو متابعي مدرسة دينار الجزائري أن يتعلموا العلاج، العلاج عن قرب والعلاج عن بعد. هذو اثنين. أي شخص سمع مني هذه الكلمات ولا يستطيع أن يعالج عائلته أو نفسه بالبنضول الإسلامي عن بعد، وهو تمرير البنضول على جسد الإنسان، أنت لا تعرف، أعطي للأخ، الأب، الأم، الأخت، الجار، الأخ، الصديق، أي شخص يمرر عليك. يعني إذا لم ينجح مع الأول سينجح مع الثاني. ما نجح معك أعد تغيير القطع أوقات أخرى، حاول أن تتعلم فقط. العلاج عن قرب بالبنضول الإسلامي تعالج ما شاء الله من عديد الأمراض النفسية والروحية والعضوية. إذا كذلك يوجد العلاج عن بعد، يعني تحمل صورة شخص، تحمل صورة الشخص الذي تريد أن تعالجه في أي دولة وتمرر عليه البنضول الإسلامي، سيتأثر بحول الله. راجعوا هذا الدرس كيف تؤثر في الناس. يعني أنت تستطيع أن تكون معالج من الدرجة الأولى أحسن من هؤلاء التماسيح أولا، وتستطيع أن تعالج الناس في المنزل، تستطيع أن تعالج الناس عن بعد. أنا أدعوكم إلى أن تتوقفوا عن إعطاء المال لأي معالج مهما كان. مدرسة دينار الجزائري فيها قدرات شبابية، ذكور وإناث، تعالج عن بعد، تعالج عن قرب. والحمد لله نريد أن نبني ونوسع هذه الأفكار. اليوم لدينا حوالي المشتركين في العلاج في المدرسة حوالي من 100 إلى 300. نريد، والأغلبية يعني ليس لديهم بعد كبير في العلاج. سنحاول إن شاء الله تدريجيا. صحيح لن تكون الأمور مثالية كما تتوقع ونتوقع، ولكن ستكون هناك نهضة كما فعلناها في علم الاستشعار. عندما بدأنا في علم الاستشعار كان التشكيك في هذا العلم أنه كهنة وأنه دجل، والآن وكان من يتكلم في علم الاستشعار كانوا يتهموه بأنه مختل عقليا. الآن أصبح في كل بيت تابع المدرسة أو علم الاستشعار أصبح ينتج أجهزة. لاحظوا الآن، ادخلوا إلى فيسبوك واكتبوا التنقيب على المياه، تجدوا لهم بأجهزة متطورة. كل شخص يبدع في كيفية استعمال الترددات والأجهزة، سواء اعترفوا بدينار الجزائري أو لم يعترفوا. والله العظيم فيه أشخاص بالآلاف اكتشفوا بالآلاف وأصبحت لديهم ثروة كبيرة، أبدعوا في الأجهزة. اكتبوا حتى يعني أصبحت أجهزة رقمية، إلكترونية، نصف آلية، آلية، تقليدية. يعني هذا ما فعلنا في علم الاستشعار نسقطه في علم العلاج. علم العلاج سنطور هذا العلم بإذن الله، وسنترك لكم عديد الطرق وعديد الأجهزة للعلاج عن قرب وعن بعد. فنرجو منكم أن تؤمن بذاتك. ما هو الشيء أو الفارق بينك وبين ذلك الكذاب التمساح العربي؟ ما هو ينهبك، ويدعي أنه فهمان، وحتى اكذب حتى أنت اكذب. شوف، قال أنا أعالج بطاقة الله سبحانه وتعالى. طاقة الله موجودة في الكون، قل لهم أنا أعالج بطاقة الله أو طاقة الرسول أو طاقة القرآن. هذا موجود القرآن، أحمل القرآن، كلهم لديه طاقة وأنا أعالج بها. خلاص، كلنا نكذب، لدينا كلنا طاقات. هذا الكذب لا يجب أن ينفرد به شخص واحد. إذا كان هذا الشخص يدعي أو يعتقد أنه فهمان يواجهني أنا، وإذا كنت أنت تدعي أنك لا تستطيع علاج نفسك أو عائلتك عن قرب أو عن بعد، فأنت إنسان لا تستحق الحياة. أنت إنسان أغبى، إنسان لا يشرفنا حتى الدخول في قائمة الإنسان. أنت أقل من مستوى الإنسان. إذا لم تستطع علاج نفسك أو عائلتك وتترجى الآخرين ليعالجوك، وبمقابل
أو تتوسل له. فأنت إنسان، المفروض لا يجب أن تدخل في قائمة الإنسانية بل حيوان. يجب أن تفعل هذا العقل وتحرك الطاقة من القلب. تبدأ بالبنضول وابدع عن قرب أو عن بعد. جرب. لديك أهل في المنزل، جرب معهم. لديك أصدقاء، جرب معهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أجرب شيء. إذا أردت يعني تكون بينكم ثقة. إذا أردت هاي صورة، يرسل لك صورة تمر عليه البنضول وهو في غرفة أخرى في مدينة أخرى في بلد آخر، وتجرب. لدينا آلاف، سيكون بحول الله آلاف الشهادات، مئات الشهادات. لماذا أنت يجب أن ترى المعالج؟ ذلك المعالج هو لا يملك علم. أقسم بالله العظيم أتكلم بكل ثقة إنه لو يشرحوا لي هذه فقط، هذه العلوم غير موجودة. حتى كلمة طاقة لا تجد لها تعريف ومفاهيم. نحن ليس لدينا علم، لدينا نصابين، لدينا خداعين، لدينا الجهل. نحن من يعني أخرجنا الجهل من جحورهم. فلا يوجد علم، يوجد نصابين، يوجد أغبياء يصدقون ونصابين يكذبون. لا يوجد لدينا علاجات، لا يوجد لدينا علم. هذه تقول لي فلان الأستاذ الدكتور المهندس، ارسلوه لي، قل له يفتح علي نقاش، ارسلوه لي. طحنه. لا يوجد علم. هذا جهة العلم اتركوها لي. أما بجهة العلاجات تجد الإخوان من بلد عربي، أترجاك ساعدوني، 20 سنة وأنا مريض، 10 سنوات وأنا مريض، أنا وأولادي مرضى، أعاني من كذا وكذا. يا أخي لماذا تشتكي للناس؟ لماذا تطلب دعم الناس؟ إذا تريد أن تتعلم تعال مدرسة دينار الجزائر. تريد أن تعالج، معليش موجود العلاج مجاني، يجب أن يكون مجاني. تعال مدرسة دينار الجزائر. نحن نجمع في قائمة معالجين، يكون السر لدى الإدارة، لا أحد يعرف به. من يكشف نفسه فهو خارج المدرسة. ولدينا منشورات تطلب العلاج، فنحن نقبل المنشور، والمنشور يكون فيه المريض يكتب يعني بعض التفاصيل لحالته، مثلا البلد، الحالة هل هي عضوية نفسية روحية وما إلى ذلك، بعض التفاصيل، العمر، كم عدد الأشخاص يعني. ونحن ننقل هذا المنشور إلى المعالجين عن بعد يبدأون العلاج. إذا كان فيه يعني معالجين قريبين من هذا الشخص فيذهبوا إليه إلى المنزل، يعلموه ويعالجوه بحول الله، يعني حسب القدرات والإمكانيات للمعالجين وللمدارس. أما أن تبقى تطلب العلاج، لا. نحن هذه المدرسة نعم نعاون، نساعد في العلاج وحالات، ولكن الأصل هنا للشباب والمتابعين يروا أن العلاج صحيح، الناس تتعالج. وأطلب شهادتكم من يتعالج بشيء خاصة عن بعد أو عن قرب يقول أنا تعالجت من كذا وكذا. لماذا؟ هل دينار الجزائري سيستفاد من هذه الشهادة؟ ماذا سنستفاد أنا؟ تستفادون أنتم لكي يراك غيرك ويكون لديه الثقة أنه فيه الصحيح هذا العلاج، لنحذف هؤلاء التماسيح. انتهى وقتهم هؤلاء التماسيح. يقول لك أعالجك عن بعد. ماذا يفعل برأيك أنت؟ ماذا يفعل حتى يعالجك؟ سيطلب الأثر. إذا كان ساحر سيطلب الأثر، مثلا شعر، لباس، أي شيء، أي معلومات، اسم الأب، اسم الأم وما إلى ذلك. وإذا كان معالج عن بعد ماذا سيطلب؟ كذلك نفس الشيء، يعني يطلب شيء منك. هل أنت عاجز عن علاج نفسك حتى تعطي ذلك الشخص بعض المعلومات والتفاصيل حتى هو يعالجك؟ هذا ضعف منك. السحر، علم السحر التهب. علم السحر كبير جدا. المشعوذين تفوقوا على علم الرقية،
والعلاج والطب. ونحن هذا المعالجين تجده 50 سنة خبرة وليس لديه طالب واحد. يعني لما يموت يذهب معه هذا العلم. لماذا؟ لأنه يريد أن يصلح نفسه ومنزله وحاله وحال عائلته. ولكن الصالح، هذا الصالح صالح لنفسه ولنفسه، يموت انتهى علمه. والمصلح يريد أن ينشر هذا الفكر. نحن ليس لدينا مصلحين ينشرون هذا الفكر، ليس لدينا معالجين يفكرون في العامة، بل يفكرون في أنفسهم. نريد أن ننتج معالجين ومصلحين. أعلم أن الناس التي تتابعني هناك أكثر من 70% تريد الاستفادة لنفسها وفقط. نفسي متأكد من هذا وأعلم، ولكن ثقتي في 1% أن يخرج منهم في كل 100 واحد غدا يطور ويتطور وينشر للعامة، ويأتي العلاج وتطوير هذه العلاجات عن بعد وعن قرب فتنتشر. نحن مسلمون. هذا لماذا سميته البنظول الإسلامي؟ لأن العلوم الأصلية والحقيقة أنا أتحداها، هي بالقرآن هذه العلوم. لماذا أقول لك فسر لي النسبة الذهبية؟ وأتحدى أي شخص يقول أن أعالج بها ويشرح لي علميا. هذا شرحه العلمي الذي سيشرحه أنا متأكد لو يسمع مني شرح النسبة الذهبية سيبكي، شرحه سيبكي من شرحي. تجده يقول لك أنا أعالج بكذا وكذا، اذهبوا واسألوا على مثلا على القاعدة التي أعالج بها أو الطريقة التي أعالج بها، فهي شرعية وهي علمية وهي ويرسلون من يتهم المدرسة. البنظول مشهور منذ الأزل، لم يحرمه أحد ولم يقول فلان عمله حرام أو حلال. ولكن عندما ظهر البنظول الإسلامي الذي أكيد هو الأقوى، لأنه البنظول الإسلامي يعالجك بنظول واحد. لاحظ معي هذا التدقيق بسيط جدا. يقول لك هذا التماسيح العربية نصابين تجار العلم والصحة يقول لك أعمل لك بنظول للكشف، وبنظول للعلاج، وبنظول للأمراض النفسية، وبنظول للأمراض الروحية، وبنظول للراحة البسيكولوجية. 100 بنظول. لماذا؟ لكي يعالجك أو تشتري عليه عدد كبير، ثم دورات ودروس شهر أو شهرين أو عام بحوالي 30 مليون جزائري، آلاف الدولارات، ثم يعالجك بمقابل كل هذا تختصر بالبنظول واحد، وهو البنظول الإسلامي. يكشف يعالج جميع الأمراض يعني متنوعة، وسيكون هناك تطوير إن شاء الله. لماذا؟ هؤلاء يتحكمون فينا. لماذا يعني نحن ندعمهم؟ لماذا نحن ندعمهم؟ نكون تحت أقدامهم سبحان الله. هو يكذب عليك. أنا قلت لك تحمل هذا الكلام، أنهم يكذبون باسم العلم وباسم الدين، يكذبون، مش فاهمين. هذا أولا. ثانيا يقبضون مبالغ خيالية لأجل علاج، لأجل بعض الدقائق. لماذا لا تتعلمها أنت؟ هذا بالنسبة للتماسيح العربية فتجدهم هذه هي سبلهم، ويرسلون للمدرسة من يفسد عليها. فخرج علينا أئمة، واحد في تونس وواحد في مصر وواحد في المغرب، يكفرون البنظول. نعم يكفرون البنظول. هذا البنظول منذ القديم متواجد، يعني يلعبون به، ليس لديه قيمة صراحة. ولكن مثلا البنظول الإسلامي شيء يعني الشهادة تتكلم عليه، لا أصفه أنا. فيحاولون نكران
أصبح البنضول الجزائري، البنضول الجزائري حرام وما بقي في العالم حلال. لماذا؟ لأنهم هم من يحاربون بنضول دينار الجزائري، لأنه مجاني نفسد تجارتهم. على العموم أتمنى التنظيم في هذه العملية والصبر علينا. من يريد العلاج كمرحلة تعليمية بعد شهور لن يكون هناك علاج، يكون هناك معالجين. ينشر منشور في مدرسة دينار الجزائري فيها حوالي 82 ألف متابع، هذا هو الموقع الرسمي، تجد فيه أعضاء كثير أكثر من 80 ألف متابع. تكتب التفاصيل، ماذا بالبلد وبعض التفاصيل على المرض هل هو عضوي روحي وما إلى ذلك، وتطلب معالجة. تستطيع قبل النشر أن تضغط قبل النشر تضغط إخفاء الهوية. هناك يعني سيستم في النشر أن تخفي الهوية لكي لا تحرج بالاسم واللقب وما إلى ذلك. فنحمل هذا المنشور مع مرور الوقت إن شاء الله. أول ما يتوفر معالجين نطعك للعلاج ويتواصلون معك عبر الماسنجر ويعالجونك عن بعد مجانا بحول الله. ومن يخل بأخلاقيات المهنة كالاختلاط أو كشف الجسم أو طلب مبالغ أو يعني هذه الأخلاقيات موجودة في درس منفصل في المدرسة، أكيد سيبعد ويطرد دون إنذار. المهم يا إخوان، نحن نريد أن نطبق نعالج عن بعد في مدرسة دينار الجزائري، ونشهد من يتعالج يعمل لنا فيديو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أريد أن أقدم شهادة في مدرسة دينار الجزائري أنه العلاج عن بعد صحيح، وقد تعالجت من مرض كذا وكذا في تاريخ كذا وكذا، وشعرت بألم في منطقة كذا وكذا وعضو كذا وكذا، وشكرا بارك الله فيكم. وإن شاء الله أنا آمنت بهذا العلاج عن بعد وسأصنع بنضول وهذه الطرق وأبدأ أتعلم عليها وأعلم أولادي وأنقل هذه الفكرة لغيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا تكون علاج شهادة عندما يراها الناس، تكون هناك العزيمة والدافع ليتعلم الشباب والشابات ذكور ونساء وكهول وحتى الأطفال، يعني تعلموهم فيصبح العلاج عن بعد بدون التوسل، بدون دفع الأموال، بدون أن يستغبين هؤلاء التماسيح العربية الذين إذا من ينطق يقول أنا فهمان تعال إلى دينار جزائري أعيدك للكرسي بحول الله. هذا في العلاج في مدرسة دينار الجزائري مجاني، من يريد يتفضل. ولكن قلت لكم أننا نحاول تكوين معالجين وليس علاج فقط. فمدرسة دينار الجزائري مفتوحة. الكذابين والنصابين حان وقتكم. من يريد فتح نقاش علمي أو يريد أن أقطعه للأكل يتفضل، يرسل إلى مدرسة دينار الجزائري أريه العلم أين هو، يعني لكي أوقف هؤلاء النصابين. من يرى نفسه يدعي نفسه أنه عنده علم فليتواصل مع مدرسة دينار الجزائري فهو حي يرزق. جهة العلاج، أي شخص يريد العلاج فليكتب يعني تفاصيل بدون هوية أو بهوية وينزل منشور، ولكن بشرط أن تقدم شهادتك. لماذا تقدم شهادتك؟ لأن وظيفتنا تفعيل هذا العلاج والعلاجات الحالية والقادمة بحول الله، وهذه الأشياء وهذه الأفكار لتصديرها فقط. يعني التصدير منا يحتاج إلى الشهرة، إلى تشهير تكوين الأشخاص. كيف يتكونون إذا لم يروا النتيجة؟ هذه هي خلاصة هذا الدرس. تكلمنا عن النصابين التماسيح العربية، وتكلمنا عن طريقة العلاج. وأحذركم طبعا أنها يعني غالبية 70% من المتابعين تريد أن تسترزق. يعني أنا أقول لهم مجانا، وأكيد سيكون هناك من يحاول أن يستغل الناس بالعلاجات بمقابل ويسحبونكم من هنا وهنا. تعرفون يعني نصب في العالم العربي أي شخص يفتح صفحة يكتب أنه دكتور وتعلم، ومثل شخص معنا هو طالب عندي
طالب عندي في حساب، أعرفه وأعرفه جيدا، وفي الحساب الآخر عامل حسابين، وفي الحساب الآخر يدعي أنه دكتور ويطلب مبالغ، يعني أقل مبلغ رأيته هو $800 فما فوق، من $800 إلى آلاف، إلى عدة آلاف من الدولارات. هذا يعني هناك نصابين دوما في هذا، ولا يهمنا السلبيات. المهم أن نكون على الأقل 10 20 100 200، وسينتشر هذا العلم بحول الله. كل شهر سيكون هناك تفاعل وإقبال على هذا العلم إن شاء الله، وسيكون لدينا بالآلاف والملايين. كما عملنا في مدرسة المستشعر سنعمل في العلاجات، ولكي نتجنب النصابين ونتعلم بأنفسنا. وأما الأدوات والعلوم لا تهتم، دينار جزائري سيتكفل بهذا. كالعادة كما فعلنا في علم الاستشارة، يعني بقطع بسيطة جدا وبمواد بسيطة جدا سترون العجب العجاب، وتعلمون من هم هؤلاء النصابين يدعون العلم. ترقبوا بحول الله. سأنزل جهاز بهذا الحجم، يعني هكذا بهذا الحجم، سأقرب للكاميرا بهذا الحجم، جهاز بهذا الحجم يرتعد منه المرض، يعني ثواني يرتعد المرض، ولو في عفريت يرتعد. فالقيمة في الفهم، القيمة في الفهم وليس في الثرثرات والكذب والنصب. قيمة في الفهم. الذين تجدهم ينشر كل يوم، هذا ليس عالم، هذا نصاب الذي يدعي وعالج نفسك هكذا وهكذا. يا أخي فهمنا في العلوم وليس في الكذب. هذا كذب، هذا بهتان، خاصة الذين ينشرون هذا الكلام كل يوم. الإنسان المفروض أنه شيء واحد يدرسه عدة شهور أو عدة أعوام، فتجد نحن نصابين كل يوم جهاز، كل يوم فكرة، كل يوم طريقة، كل يوم لديهم وقت للكذب وليس للفهم والدراسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. عالجت بالبندول الإسلامي لأول مرة عن بعد طالبا عندي كان يعاني من ألم شديد في أذنه، لم يستطع أن ينام، فاتصل في وقال لي بأن لديه ألم شديد في أذنه. فقلت له صور الجانب المؤلم من رأسك وأرسل لي الصورة. وبعد أن أرسل لي الصورة عالجته عن بعد عن طريق الصورة، وتم تسكين الألم 100%، والحمد لله. كل الشكر والتقدير لدكتورنا الغالي دينار الجزائري، وللجميع المشرفين والأعضاء في مدرسة دينار الجزائري. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنرجو منكم أن تؤمن بذاتك. ما هو الشيء أو الفارق بينك وبين ذلك الكذاب التمساح العربي؟ ما هو ينهبك ويدعي أنه فهمان. هذا الشخص يدعي أو يعتقد أنه فهمان، يواجهني أنا. وإذا كنت أنت تدعي أنك لا تستطيع علاج نفسك أو عائلتك عن قرب أو عن بعد، فأنت إنسان لا تستحق الحياة. أنت إنسان أغبى، إنسان لا يشرفنا حتى الدخول في قائمة الإنسان. أنت أقل من مستوى الإنسان إذا لم تستطع علاج نفسك أو عائلتك، وتترجى الآخرين ليعالجوك، وبمقابل أو تتوسل لهم، فأنت إنسان المفروض لا يجب أن تدخل في قائمة الإنسانية، بل حيوان. يجب أن تفعل هذا العقل وتحرك الطاقة من القلب. تبدأ بالبذول وابدع عن قرب أو عن بعد. جرب. لديك أهل في المنزل، جرب معهم. لديك أصدقاء، جرب معهم.